اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. بسم الله ما شاء الله علينا، كلنا رجاله وستات كلنا بنعرف نطبخ. لما جيت اعمل القلقاس لقيت ابويا بيقول لي ايه؟ لما تعملي القلقاس شوحيه الاول في الزبده او في الزيت علشان ما يتهريش معاكي بسرعه. قلت له ليه؟ قال لي كده بس جربيه بس. قلت ماشي اجربه. تعالوا نجربه ونعمله مع بعض ونشوف هيبقى عامل ازاي، وكمان هيبقى سهل بازاي. احنا نعمل القلقاس بالسلق، يعني هيكون لونه اخضر زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، وكمان مش هتكلفك اي حاجه خالص. القلقاس عمايله سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هنعمل مع بعض هنسلق معانا اللحمه، بس اللحمه بتاعتنا صبحه لسه جايه من عند الجزار حالا، فمش محتاجه ان احنا نسلقها في ميه وبعد كده نصفيها، فهنشوحها. نجملها بطريقه حلوه كده ونشوحها. حطيت لها حته زبده وحبه زيت علشان الزبده ما تتحرقش. وهنزل على اللحمه بتاعتي يا دوبك شطفتها بس كده تحت الحنفيه شطفه واحده بس. وهنزل عليها كده بالتوابل: روزماري وحبهان وقرفه، كله طبعا صحيحه، وقرنفل وورق لوري. طبعا هنديله تقليبه كده علشان اللحمه بتاعتي تتشوح معايا. انا عايزاها تتشوح بس مش تاخد لون وريحه التوابل بتاعتها تطلع. هديها تقليبه كويسه كده وانزل عليها بالخضار اللي هحطه عليها. اول حاجه احط نص قرن فلفل كده عشان بيدي اللحمه طعم حلو خالص. وكمان هنزل بنص جزرايه، يعني على قد اللحمه كده هحط الخضار بتاعي. وكمان طماطميه صغيره. انا عايزه الشوربه بتاعتي تكون بيضه وحلوه، ما تكونش حمرا يعني. فهحط طماطميه صغيره. وكمان هحط بصلايه علشان اللي آه تديني طعم شوربه حلو برضو. كده اللحمه بتاعتي اتشوحت هنزل عليها بالميه. نزلت عليها بالميه السخنه وكمان شويه فلفل اسود، وخلاص كده هغطي عليها لحد ما تستوي معايا. تعالوا بقى نعمل شويه رز بشعريه. لان طبعا اي طبيخ عندنا، اي خضار معمول عندنا دايما بيحب الرز بشعريه. حمرت شويه شعريه كده في حته زبده وحبه زيت ونزلت عليهم بالرز. اديتهم تشويحه علشان الرز بتاعي يتغلف بالزبده والزيت. وظبطت الملح بتاعي واديتهم برضو تقليبه كويسه كده عشان الشعريه والرز يتجانسوا مع بعض ويبقوا زي بعض، يعني متجانسين مع بعض. هنزل كمان بالميه بتاعتي واغطي عليهم واسيبهم لحد ما يستوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في القلاص بتاعنا. جبت حته زبده كويسه كده ونزلت عليها كمان بشويه زيت. ده علشان نشوح القلقاس. بس واحنا بنشوحه هنحط معاه فصين توم محترمين، لانه القلقاس بيحب التوم. يعني ما بيعمل خصوصا لما بيتعمل اخضر بيتعمل بالتوم. اديله تشويحه كده لحد ما يتشوح التوم مفروم طبعا. لحد ما يتشوح يبتدي خلاص هياخد اللون الجلد الحلو ده. انزل عليه بشويه كزبره علشان التشويحه بتاع يعني يديني طعم حلو، بس كانوا اخر حبه كزبره في البرطمان. هديهم تشويحه كده وانزل بقى بالقلقاس بتاعي. افضل اقلب فيه لحد ما يتشوح برضو معايا. الرز بتاعي انا مقطعاه قطع متساويه علشان يستوي كله زي بعضه، مش تبقى واحده صغننه تستوي بسرعه وتتهري، وواحده كبيره تستويش بسرعه يعني. يبقى لا، كله انا مقطعاه كله قطع صغيره زي بعض. حطيت بقى التوابل بتاعتي: كمون وفلفل اسود، وطبعا نظبط الملح بتاعنا. حطيت كمان شويه جنزبيل. هديهم بقى تقليبه لحد ما يتشوح كله عشان يديني طعم حلو كده. اول ما يتشوح معايا طبعا انا عامله السلق مشوحاه وحطاه في الفريزر وفرماه وحطاه في الفريزر. فبجيب منه كده بالمعلقه واحط على القلقاس بتاعي جاهز يعني. هنظبط بقى الملح بتاعنا علشان وخلي بالك ان انت هتحط الشوربه فيها ملح، فخلي بالك منها. احط بقى القلقاس بتاعي، شايفين اخضر وحلو ازاي؟ هديله تقليبه بقى وانزل كمان بالشوربه على طول، لان القلقاس ما بياخدش سوا. خلي بالك من الحته دي. يا دوبك غلوتين وتبص تلاقيه استوى. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي كده الدسمه الحلوه دي عليه لحد ما انا مش عايزاه يكون عايزه الصوص بتاعه اللي بيكون هو فيه ما يكونش خفيف ولا هو يكون تقيل، عايزاه يكون مظبوط. فاحنا هننزل الشوربه كميه مناسبه كده ليه. انا مش عايزاه يكون كتير، يعني مش عايزه يكون صوص كتير.
وهغطيه بقى لحد ما يستوي لحد ما يستوي وهتشوفوا دلوقتي. غمضه وفتحه على طول. كانت السلق بتاعي ساح داب يعني مع القلاص. شايفين القوام، وكمان القلاص بتاعي استوى زي الفل. تعالوا بقى نغرف مع بعض. شايفين الطبق القلاص، لون وطعم وريحه يجنن. لو حابه ان انت تقطعي اللحمه قطع صغيره وتحطها جوه القلاص، بتدي طعم برضه هايل. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. يلا باي.